بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، مع حل أسئلة كتاب الامتحان في الجزء الثاني من التدريبات، درس الأحماض والقلويات. رقم 5 بيقول إيه يا أولاد؟ بيقول لي اذكر مثال واحد لكل مما يأتي. مجموعة ذرية تحمل شحنة مقدارها -1. طبعا المجموعات الذرية التي تحمل -1 هي مجموعة النترات والنيتريت والبيكربونات والهيدروكسيد. مجموعة ذرية تحمل شحنة مقدارها -2، دي طبعا الكربونات والكبريتات. مجموعة ذرية سالبة الشحنة برضك لسه قلنا ممكن نقول مجموعة الهيدروكسيد. لكن هنا لو قال لي مجموعة ذرية تحمل شحنة مقدارها -1 يبقى هي ما فيش غيرها مجموعة ايه؟ الأمونيوم. حمض أكسجيني، طبعا هنقول مثلا ايه؟ حمض الكلوريك او حمض النيتريك، تمام، او حمض الكبريتيك. طب حمض قوي، حمض الكلوريك. حمض ضعيف، حمض الخليك المخفف. قلوي قوي، هيدروكسيد الصوديوم. قلوي ضعيف، هيدروكسيد الأمونيوم. بيقول لي اذكر الصيغة الكيميائية لكل من المركبات الآتية. 1. حمض الهيدروبروميك، يبقى اتش بي ار. اتش اللي هو الهيدروجين، بي ار اللي هو بروم. هما اتنين احادي التكافؤ، يعني هنا موجب وهنا سالب، يبقى كده المعادله موزونه او الحمض ايه؟ موزون. حمض النيتريك طبعا HNO3. حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكبريتيك طبعا H2S. حمض الكربونيك HCO3. هيدروكسيد الليثيوم LiOH، دي هيدروكسيد الليثيوم. هيدروكسيد الصوديوم Na صوديوم OH هيدروكسيد، ده احادي احادي، يبقى مفيش في ايه؟ في اي مشكله. اكتب اسم الاحماض والقلويات الاتيه. ده اسمه يا بابا؟ ده اقول له حمض النيتريك. حمض ايه؟ النيتروز، عشان ده ثنائي. دي حمض ايه؟ حمض الهيدروكلوريك. دي حمض الكبريتيك. دي حمض الهيدرويوديك. دي هيدروكسيد المغنيسيوم. دي هيدروكسيد الأمونيوم. علل الشحنة الكلية لجزيء أي مركب بتساوي 0، لأن طبعا لازم تتساوى فيها عدد ذرات جزيئات كل عنصر مع الآخر. فمثلا كاتيون الهيدروجين الموجب لما بيجي يرتبط مثلا بمجموعة بانيون لازم يكونوا متساويين فين؟ في نفس ايه؟ الشحنة. تتضمن الصيغة الجزيئية لهيدروكسيد المغنيسيوم مجموعتين من الهيدروكسيد. ليه؟ لأن المغنيسيوم ثنائي بينما الهيدروكسيد أحادي، فلازم المغنيسيوم الواحد يرتبط باثنين من مجموعة الهيدروكسيد. رقم 3. تفرز المعدة حمض الهيدروكلوريك، ده بيساعد على هضم الطعام. تحول الأحماض لون شريط دوار الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر بسبب إيه يا أولاد؟ بسبب زيادة كاتيون الهيدروجين الموجب. يمكن التمييز بين الأحماض والقلويات باستخدام شريط دوار الشمس، لأن احنا قلنا الأحماض بتحول لون شريط دوار الشمس من الأزرق إلى الأحمر، بينما القلويات بتحول لون شريط دوار عباد الشمس دوار الشمس من الأحمر، العكس، من الأحمر إلى الأزرق. يعد حمض الهيدروكلوريك حمض قوي لأنه جيد التوصيل للكهرباء، بينما حمض الخليك حمض ضعيف لأنه رديء التوصيل للكهرباء. يمكن التمييز بين هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الأمونيوم باستخدام خاصية التوصيل الكهربي. أيوة، لأن حمض الهيدروكسيد الصوديوم جيد التوصيل أو أقوى في التوصيل الكهربي من هيدروكسيد الأمونيوم. يستخدم لبن المغنيسيا كعلاج مؤقت لحموضة المعدة لاحتوائه على هيدروكسيد المغنيسيوم. خطورة احتراق الوقود الحفري في السيارات، لأن دي بيطلع أكاسيد حامضية زي ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين. تعد الأكاسيد الحامضية شديدة الخطورة على صحة الإنسان لأنها بتأثر على الجهاز التنفسي للإنسان. الأمطار الحامضية لها أضرار بالغة على الإنسان والبيئة. سبق قلنا على الإنسان نحن بتضر الإنسان في الجهاز إيه؟ في الجهاز التنفسي، والبيئة بتؤدي إلى هلاك الكائنات إيه يا أولاد؟ هلاك الكائنات الحية وتآكل المنشآت والمباني وغيرها من الأخطار. وغيرها منين؟ من الأخطار حبيبي غالي.
ما المقصود بالمجموعة الذرية؟ ممكن أقول هي مجموعة ذرات لعناصر مختلفة. الحمض هي مادة تذوب في الماء تعطي كاتيون الهيدروجين موجب، بينما القلوي مادة تذوب في الماء تعطي أنيونات الهيدروكسيد السالبة. الأكاسيد القاعدية هي أكاسيد فلزية تذوب في الماء تعطي محاليل قلوية، بينما الأكاسيد الحامضية هي أكاسيد لا فلزية تذوب في الماء تعطي أحماض. الأمطار الحامضية هي الأمطار التي تنتج عن نتيجة ذوبان أكاسيد النيتروجين في بخار الهواء الجوي، مما ينتج عنها أمطار حامضية. طب ننتقل للسؤال اللي بعد كده 10. بيقول لي إيه يا أستاذ؟ بيقول لي أذكر أهمية كل مما يأتي في جسم الإنسان. حمض الهيدروكلوريك ده بيساعد على هضم الطعام. حمض اللاكتيك ده يمد العضلات بالطاقة عند نقص الأكسجين، ولكن إذا زاد حمض اللاكتيك يؤدي إلى الشد العضلي. لبن المغنيسيا ده يعالج حموضة المعدة. ماذا يحدث عند تراكم حمض اللاكتيك في عضلات الجسم؟ ده بيؤدي الشد العضلي، لسه قايلينه. ذوبان هيدروكسيد الكالسيوم في الماء لما هيذوب ايه اللي هيحدث؟ هيعطي كاتيون الكالسيوم الموجب وانيونات الهيدروكسيد السالبه. طب ذوبان كلوريد الهيدروجين في الماء هيعطي كاتيون الهيدروجين الموجب وانيون الكلور السالب. وضع شريط دوار على عباد الشمس فيه حمض، طبعا احماض هتحول اللون الازرق الى اللون الاحمر. وضع دوار عباد الشمس فيه هيدروكسيد الصوديوم، طبعا هيحول المحلول من اللون الاحمر للازرق عكس السابقه. احتراق المغنيسيوم في جو الاكسجين هيؤدي الى تكوين اكسيد المغنيسيوم، وده اكسيد فلزي هيذوب في الماء يعطي محاليل قلويه ويسمى بالاكسيد القاعدي. احتراق الكبريت في وجود الاكسجين هيؤدي الى تكوين غاز الكبريتيك، غاز اكسيد الكبريت. تمام. ثم ذوبانه في الماء هيعطي ايه؟ احماض. تفاعل الاحماض مع القلويات يعطي ماء وملح. احتراق الوقود الحفري في المصانع، الوقود الحفري في المصانع يؤدي الى اكاسيد حامضيه، ثاني اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت. ذوبان اكاسيد الكبريت والنيتروجين في مياه الامطار هيؤدي الى سقوط امطار حامضيه لها اضرار بالغه على البيئه من تاكل المنشآت وتصيب الجهاز التنفسي وهلاك الكائنات البحريه. ننتقل للسؤال 12. استخدم الكلمة الغير مناسبة ثم اربط بين باقي الكلمات. هنا أنيون الكلور، هنا أنيون الكبريت، هنا أنيون الفوسفات، هي هنا أنيون هيدروكسيد. طبعا دي كلها أيونات عناصر لا فلزية، بينما دي مجموعة فلزية، فأنا هستبعد مجموعة الهيدروكسيد. ثم رقم 2 بيقول لي هيدروكسيد بيكربونات كالسيوم فوسفات. الفوسفات دي مجموعات ذريه، والبيكربونات مجموعات ذريه، والهيدروكسيد مجموعات ذريه. اما ده كاتيون موجب لعنصر ايه؟ فلزي. امونيوم كبريتات نترات كربونات. طبعا انا هشيل الامونيوم لان كل ده الكبريتات والنترات والكربونات دي مجموعات سالبه. تمام. والكبريتات والكربونات مجموعات سالبه ثنائيه، والنترات مجموعات سالبه احاديه، بينما الامونيوم دي مجموعه موجبه. حمض الهيدروبروميك بخار الماء، حمض الكربونيك، حمض النيتريك. طبعا انا هشيل ايه؟ بخار الماء او الميه لان دي الباقي احماض. الحمض ايه هنا؟ حمض الكلوروز وحمض النيتروز وحمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك وحمض النيتريك وحمض هنا هقول حمض ايه يا ولاد؟ دي برضك مجموعة ذرية، حمض الكلوريت او الكلوريك. يبقى انا هستبعد مين؟ هستبعد حمض الهيدروكلوريك، الهيدروكلوريك لان ده احماض غير اكسجينيه، بينما الباقي احماض اكسجينيه. ليمون صودا الخبيث، كاتشب عنب، طبعا صودا الخبيث لان ده كله احماض بينما ده قلويات. صابون معجون اسنان هيدروكسيد البوتاسيوم كاتشب، طبعا عكس الكاتشب لان ده حمض اما الباقي كله قلويات. رقم 8 بيقول لي هنا حمض النيتريك، حمض الهيدروبروميك، حمض
الهيدروكسيد وحمض الكبريتيك. طبعا انا هشيل ايه؟ هشيل حمض البروميك، الهيدروبروميك، لان الباقي كلهم احماض اكسجينيه، الاعتماد على مجموعات ذريه تحتوي على الاكسجين. هنا بيقول لي هيدروكسيد الكالسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم، بس ده غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى انا هستبعد لان كله هيدروكسيدات، يعني كله قلويات، بينما ده غاز. حمض النيتريك، حمض الخليك، حمض النيتروز، حمض الكبريتوز. طبعا انا اشيل حمض النيتريك ليه حمض قوي، بينما الباقي احماض ضعيفه. حمض الهيدروكلوريك، حمض النيتريك، حمض الكبريتيت، حمض الكبريتوز. طبعا هشيل الكبريتوز لانه كلهم اقوياء بينما ده ضعيف. اكسيد المغنيسيوم، اكسيد الكالسيوم، اكسيد الصوديوم، ده غاز. اكسيد النيتروجين ده غاز حامضي، اما ده اكاسيد ايه؟ فلزيه، اما ده اكسيد لا فلزي. ثاني اكسيد النيتروجين، ثاني اكسيد الكبريت، ثالث اكسيد الكبريت، اكسيد الكالسيوم. طبعا شيء اكسيد الكالسيوم ده اكسيد فلزي، بينما الباقي اكاسيد لا فلزيه. تاني، ثاني اكسيد النيتروجين، ثاني اكسيد الكبريت، ثالث اكسيد الكبريت، اكسيد الكالسيوم. اكسيد الكالسيوم ده اكسيد فلزي، بينما الباقي اكاسيد لا فلزيه. ننتقل للنقطه اللي بعديها على بركه الله تعالى. بيقول لي اذكر فرق واحد بين مجموعه النيتريت ومجموعه الكبريتيت. النيتريت دي مجموعات احاديه، بينما الكبريتيت ثنائيه. حمض النيتريك وحمض النيتروز. حمض النيتريك ده حمض ايه؟ يحتوي على الصيغه الكيميائيه حمض، يبقى النيتريك. اما حمض النيتروز فهنا بيختلفوا في الصيغه ايه؟ كيميائيه. تمام. وده بيتحول ليك اللي هي نترات، لكن دي ايه؟ نيتريت. هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الامونيوم ده موصل جيد للكهرباء او قلوي قوي، اما ده قلوي ايه؟ ضعيف. قارن بين مجموعة الكربونات والبيكربونات من حيث الصيغة الجزئية. مجموعة الكربونات CO3، اما البيكربونات HO3. الصيغة الجزئية نوع وعدد الشحنات التي يحملها. حمض الكربونيك، هيئة البيكربونات تحمل شحنة سالبة أحادية، أما حمض الكربونات ثنائية. عدد العناصر هنا 3 عناصر، هنا عنصرين. هنا العدد الذرات 5، أما هنا 4. الحمض والقلوي، الحمض ده بيذوب في الماء يعطي كاتيون الهيدروجين الموجب، بينما القلوي يذوب في الماء يعطي أنيونات الهيدروكسيد السالبة. الحمض يحول صبغة عباد الشمس من اللون الأزرق الأحمر، القلوي يحوله من الأحمر إلى الأزرق. دي حمض الهيدروكلوريك، دي هيدروكسيد المغنيسيوم. حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم نوع مركب، ده حمض ده قلوي، ده يذوب في الماء يعطي كاتيون الهيدروجين موجب وانيونات الكلور، ده يذوب في الماء يعطي كاتيون الصوديوم موجب وانيونات الهيدروكسيد السالبه. ده يحمر ورقه عباد الشمس، اما ده الاخر يزرق ورقه عباد ايه؟ الشمس. الاحماض القويه والضعيفه دي بتوصل الكهرباء، دي ضعيفه التوصيل الكهرباء. كذلك القلويات القويه دي جيده توصيل الكهرباء، ودي ضعيفه التوصيل الكهرباء. الاكاسيد القاعديه والحامضيه دي اكاسيد فلزيه تذوب في الماء تعطي قلويات، اما الحامضيه اكاسيد لا فلزيه تذوب في الماء تعطي احماض. تمام. دي بتذوب في الميه تعطي الهيدروكسيد، دي بتذوب في الميه تعطي كاتيون الهيدروجين الموجب، زي هيدروكسيد الصوديوم، زي حمض الهيدروكلوريك. ده هنا بيجيب لي هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم، ودي حمض الهيدروكلوريك. بيقول لي المحلول الناتج من ذوبان المادة الصلبة. هنا هيذوب يعطي كاتيون الصوديوم الموجب وايونات والهيدروكسيد السالبة، وهنا هيذوب هيعطي كاتيون الهيدروجين الموجب وانيونات الكلور ايه؟ السالبة. طبعا الحمض قلنا هيحمر ورقة عباد الشمس، اما القلويات هتزرق ورقة عباد ايه؟ الشمس. شكلين دول في حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليك لهم نفس التركيز من الحمض الموجود. هنا بيقول لي حدد الحمض. طبعا المضاد حمض الهيدروكلوريك لانه قوي، اما الاخر ده حمض الخليك لانه حمض ضعيف لا يوصل للكهرباء. جايب لي شكل كده، صورة قدامي، الصورة الجميلة دي
بيقول الشكل المقابل تآكل حدث في إحدى التماثيل. إيه نوع المركبات؟ يا إما أكسيد النيتروجين يا إما أكسيد الكبريت. فسر سبب المنشآت، لأن الأكاسيد دي بتتبخر مع بخار الهواء الجوي وتعطي أمطار حامضية تؤدي إلى تآكل المنشآت. رقم أسئلة متنوعة. بيقول لي يا أستاذ لديك أنبوبتين إحداهما حمض تحتوي على حمض والآخر على قلوي. اسم الأنيون الذي يميز كل منهم. الأنيون، تمام. طبعا حمض وآخر قلوي. هنا هتذوب في الماء تعطي كاتيون هيدروجين الموجب، بينما دي بتذوب في المية تعطي هيدروكسيد السالب، أنيونات هيدروكسيد السالب. ما اسم الأيون الذي يميز كل منهما؟ دي الهيدروجين ودي الهيدروكسيد. كيف نفرق ما بينهم؟ ده يحمر ورقة عباد الشمس والآخر يزرق بين ورقة عباد الشمس. ما ناتج تفاعل الحمض مع القلوي؟ في الحالتين يعطي ملح وماء. ما الأسس العلمية التي تصنيف الأربع أحماض؟ حمض النيتروز النيتريك، تمام، وحمض النيتروز وحمض الهيدروكلوريك وحمض الهيدرو. طالما هيدرو يبقى دي أحماض أحماض غير أكسجينية، بينما الاتنين دول أحماض أكسجينية. هنا بيقول لي حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك دي أحماض قوية جديدة توصيل الكهرباء. كبريتوز والنيتروز دي أحماض رديئة التوصيل للكهرباء. اذكر تطبيقا واحدا لاستخدام القواعد في مجال الدواء. طبعا القواعد يا أولاد بشكل مبسط اللي هي هيدروكسيد المغنيسيوم بيعالج حموضة المعدة. مع لقاء آخر مع أسئلة التفكير العليا. أشكركم لحسن استماعكم، وكل رجاء من طلاب الأعزاء الاشتراك في القناة لكي تصل الفيديوهات لأكبر عدد ممكن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.